السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة لما نعمل الجلاش الأساور أو الجلاش المكشكش بأسهل طريقة. حاجة كده سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت أبدا في تحضيرها، كمان اقتصادي جدا. من أنواع الجلاش كمان اللي تقدري تحتفظي بيها خارج التلاجة لمدة أسبوع، تفضل مقرمشة وناعمة ودايبة كده لآخر قطعة. بجد طعمه تحفة جدا. بصوا بقى الجمال والشياكة، حاجة قمر. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنجهزها هتكون الشربات. معايا كوباية من السكر، كوباية من المية، وعصرة نص ليمونة. لو عندك عسل كلوكوز للناس اللي بتخاف ان الشربات يسكر، ضيفي معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. تمام. هنا ضفنا كوباية المية، كوباية السكر، وعصرة نص ليمونة، ودوبتهم كده الأول. وبعد كده هنبدأ نرفعهم على النار. النار تكون متوسطة لمدة 10 دقايق بس مش أكتر. بعد 10 دقايق هطفي النار وهسيبهم يبردوا تماما. الجلاش بيحتاج الشربات يكون تقيل وبارد. تعالوا بقى، هنا عندي لفة جلاش وزنها 350 جرام. لفة الجلاش دي كانت موجودة عندي في الفريزر، خرجتها على رخامة المطبخ وسبتها لما فكت تماما. لكن يفضل في وصفة الجلاش بتاعة النهاردة الجلاش بتاعنا يكون طازة، يعني نجيبه من عند الفطاطري، بيكون أفضل بكتير علشان خاطر تقدري تشكليه بسهولة وما يتكسرش منك. لكن أنا في الوقت ده ما كانش عندي غير لفة الجلاش اللي موجودة في الفريزر. تمام كده. تعالوا بقى، هنا معايا نص كوباية من السمنة، فكيتها بس كده على النار وزودت عليها معلقة كبيرة من الزيت علشان خاطر السمنة تفضل سايحة معايا وما تجمدش تاني بما ان الجو ساقع. هنا بقى جبت ورقة واحدة بس من الجلاش وبدأت أقسمها نصين بالشكل ده بالفرشة بقى، وهنبدأ ندهن ورقة واحدة بس بالسمنة. وبعد كده هحط بقى الطبقتين على بعض. انا بدهن طبقة واحدة بس بالسمنة وبحط التانية عليها. الطبقة دي بقى ما بتحطش عليها سمنة خالص. تمام كده. عندك بقى ماسورة بقى رفيعة بالشكل ده، او عندك عصاية من بتاعة الشيش طاووق، ممكن تجيبي 4 كده او 5، تحطيهم مع بعض وتبدأي تلف عليهم. احنا عايزين بس حاجة يكون لها سمك شوية. هنا بقى بدأت ألف كده على الماسورة بالشكل ده، وبسيب قد سنتي بس من الطرف علشان السنتي ده اللي هيبقى القاعدة بتاعتنا. بس الطريقة سهلة جدا وفعلا مش بتاخد وقت أبدا. عندي بقى صاج برضو بمسحه كده بفرشة سمنة، وهبدأ أنقل عليه ورقة الجلاش. بصوا بقى، هبدأ أعمل برضو واحدة كمان معاكم. برضو هنجيب ورقة الجلاش وهبدأ أدهن نصها بس بالسمنة، وهنحط النص التاني عليها، والنص طبعا التاني ما بندهنشوش سمنة علشان ما يلزقش في الماسورة. تمام كده. وهنبدأ برضو نلفها. طبعا وانتي بتلفي ايدك تكون مهوية. مهوية ازاي؟ يعني ما تكونيش ضغط قوي الجلاش على الماسورة علشان خاطر تقدري تكشكشيها كده وتسحبيها. بس كده. وبنبدأ بقى نكشكشها الأول ونسحبها كده بالراحة وبنلفها على شكل دايرة. بس أظن مفيش أسهل من كده. بصوا بجد في أقل من دقيقتين بتكون مخلصة. بس زي ما قلتلك في الأول، أهم حاجة الجلاش يكون طازة وما يكونش خارج من الفريزر. يعني ما تغلطيش غلطتي علشان الموضوع يكون ماشي معاكي كده بسلاسة، والجلاش ما يتكسرش منك وانت بتشكليه. تمام. هنا كده كنت طبعا خلصت كده لفة الجلاش، بس لقيت الصاج كبير قوي عليهم، فنقلتهم بقى في قارب. برضو القارب مسحته بمسحة سمنة، وبدأت برضو هنقلهم كده بالراحة. طبعا بمجرد السمنة ما تجف كده عليهم خلاص بتقدري تشيليهم بكل سهولة، ما بيحصل لهمش حاجة. بصراحة مش عارفة لفة الجلاش اتسخطت. دايما كنت بجيب لفة الجلاش 350 جرام بيبقى فيها 14 ورقة. المرة دي اتفاجئت ان لقيت فيها 10 ورقات بس، مش عارفة ازاي. المهم هنا بقى هبدأ برضو أوزع كده سمنة بسيط خالص على الوش، وهبدأ بقى أدخلهم على الفرن. طبعا الفرن يكون والع من قبلها ب10 دقايق. بندخلهم على فرن سخن الأول على الرف الوسطاني، النار بتكون من تحت بس.
الجلاش ده بيحتاج درجة حرارة قليلة جدا، يعني أنا كنت مدخلاه على 160 على الرف الوسطاني، النار بتكون من تحت بس. أخد معايا في حدود 40 دقيقة ل45 دقيقة. طبعا هو الجلاش ده بيكون فاضي خالص من جوه، فلازم ان احنا بنسويه على درجة حرارة هادية وما تستعجليش عليه خالص، علشان ما يلونش من فوق ومن تحت، ومن جوه بيكون زي ما بنقول كده معضم، او بيكون يعني مش ناعم كده، مش مستوي كويس. بس كده اول بقى ما بخرجه ببدأ احشيه بقى باي نوع مكسرات موجود عندك. انا كان عندي زبيب على جوز هند على سوداني مجروش، بدأت اوزع بقى بالشكل ده. طبعا علشان الحشوة موجود فيها زبيب، فما كانش ينفع ابدا ان انا احط الحشوة الاول وبعد كده ادخله الفرن، كان الزبيب هيتحرق وشكله ما كانش هيبقى حلو خالص. فانا فضلت ان انا احط الحشوة بتاعتي في الاخر، وبعد كده بنسقي بالشربات التقيل البارد علشان الشربات اللي هيخلي الحشوة تمسك جوه الجلاش. بس كده طبعا تقدري بقى تحشيه زي ما قلتلك اي نوع مكسرات، ممكن كمان تحشيه وردات كده من الكريم شانتيه علشان يبقى شبه الجاهز اللي بنجيبه من محلات. تقدري كمان تحشيه كريمة او اللي هي القشطة الكدابة او اي حاجة متوفرة عندك. بصوا بقى الجمال بجد تحفة، وزي ما شفتوا ما اخدش مننا وقت خالص في التشكيل. كمان انا كنت بتحايل على ورق الجلاش علشان خاطر ما يتقطعش مني وانا بشكله زي ما شفتوا. بس عايزة اقول لكم ان بجد شكلها شيك قوي، كمان لما تقدميها كده لضيف ولا حاجة بصراحة حاجة تشرف. بصوا بقى الجمال. عايزة كمان أسمعكم كده صوت القرمشة، شايفين كمان فاضي ومفرغ خالص من بره ازاي؟ تحفة بجد. جربوا بقى بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير كتير للفيديو، كمان الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.